السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. صلى على الرسول كده يا جماعة عليه الصلاة والسلام. بما اننا اخر الشهر بقى كده هنعمل اكلة اقتصادية للي بيجوا اخر الشهر، ايه يعني ايه التلاجة تبتدي تفضى عندهم. دي الاكلة بقى اللي تنفع الموظفين في اخر الشهر. صلوا على الرسول عليه الصلاة والسلام. ونبدأ الفيديو كده ايه بذكر الله، وتضيفوا اللايك الجميل والكومنت الحلو. تعالوا الأكلة اللي هنعملها النهاردة سهلة وبسيطة، وبصوا جميلة جدا. يعني هي سهلة وبسيطة واقتصادية وجميل. عندك مبشرة زي دي بتجهز الناعمة وتجيبها وتبشري بطاطس زي ما انا عاملة كده. مقشرة بطاطس عادي وغسلاها، وقدامكم طماطم وفلفل وخضرة. والأكلة دي هنقدر نضيف فيها حاجات كتير لو موجودة عندك. يعني بصي نفري تلاجتك فيها تبقى جميلة برضو. عندك أنواع جبنة شيدر موزاريلا بتمشي فيها، عندك زيتون مخلي بيمشي فيها، عندك قطع بسطرمة قطع لانشون، اي حاجة ممكن تقطعها فيها تمشي. عندك حتة لحمة مفرومة لو ربع كيلو تفركوها فيها برضو تمشي. بصي اكلة بتلم بواقي التلاجة، بس طعمها تحفة في الاخر. حاجة حلوة، يعني هي مش هتعملي اكلة وتلاقي طعمها وحش، لا، طعمها حلوة وفي نفس الوقت بتلم مادة غذائية جامدة. يعني بصي بتحط فيها مادة غذائية جامدة لأولادك، وفي الآخر بيحبوها. في الاخر بيحبوه. لمي بقى بواقي التلاجة عندك اخر الشهر، وتعالى اقولك احنا هنعمل النهاردة الاكلة الجامدة ديت. طعمها زي العسل، طعمها حلو قوي، وتنفع معاك فطار وغدا عشاء. تنفع معاك زي ما تحبي. يعني عملتها في غدا هتتاكل، تعملها في عشاء هتتاكل، تعملها في فطار، هتبقى جميلة وتبقى وجبة غذائية. زي ما قلت لك حبيبتي، صلى على الرسول عليه الصلاة والسلام. حابة تضيفي فيها زيتون مخلي جميل قوي، حابة تضيفي فيها اي انواع جبن شيدر موزاريلا، اي نوع جبنة رومي، اي حاجة عندك. لو عايزة تعملي ميكس منها كده من الجبن حلو برضو. هتضيفي فيها قطعة لحمة مفرومة عندك تمشي وتستوي وتبقى زي الفل. هتضيفي لو قطع لانشون اي حاجة تمشي. ما انتش هتضيفي اي حاجات من دي وهتكتفي باللي انا هضيفه النهاردة. كان طعمها خطير وطعمها زي الفل. مش معانا غدا وعشاء زي العسل. صلى على الرسول يا حبايبي على افضل الصلاة والسلام. انا بشرت كام واحدة قدامكم اهو، دي اخر واحدة هبشرها معاكم، وبعد كده هكمل البطاطس بتاعت البطاطس الجديدة. حبايبي تجيبوها تغسلوها قبل ما تقشروها، عشان فيها طينة كتير. تغسليها غسيل حلو، وبعد كده تقشريها، وبعد كده تبقى معاكي بالشكل النظيف الحلو ده. لو مسكتها بطينتها مش هتنضف معاكي. بصوا بقى انا يعني بصوا انا بعلم البنات الحلوين، يعني المبتدئين في المطبخ. انما الستات البيوت اللي زي كده عارفين المعلومات دي. انت بشرت البطاطس بتاعتك، وهقولك انا هضيف فيها واكتفي النهارده بايه بس. عايزة تزودي اي حاجة من اللي انا قلتها لك في الاول كده بتبقى حلوة وبيبقى ميكس جميل جدا. يعني اي حاجة من اللي انا ما هضيفهاش وقلت لك عليها ضفتيها جميلة معاكي قوي. خلصت انا البطاطس بتاعتي، هركنها في جنب كده، وتعالوا نشوف احنا هنعمل ايه. هنفضي البطاطس بقى في البولة بتاعتنا او الطبق بتاعنا اللي انتوا شايفينه قدامكم ده. ده بقى اللي هنحط فيه اي حاجة هنضيفها. نزلها بميتها كل حاجة فيها، انت غسلها غسيل حلو وبشرها ونضيفها معاكي وزي الفل. هنسيب بقى كده البطاطس جنبنا ونشوف احنا هنعمل ايه. تابعوا الفيديو للاخر حبايبي، وما تنسوش اللايك الجميل بتاعكم. اول حاجة هعملها هحوش حاجتي ديتي، وبعد كده هنشوف الطماطم انا غسلاها. هروح كده انا ناسية ايه اجيب بصلتين حلوين اقشرهم واغسلهم. جبت 3 بصلات قشرتهم وغسلتهم زي ال3 طماطمات اللي انتوا شايفينهم دول. تعالى انا معايا كبة كده يدوي، مش كبة كهربا. لو انت عندك كبة كهربا هتسهل عليك الامور وهتضيفوهم مرة واحدة. انا بقى هقسم الخليط اللي انا هضيفه ده على مرتين. هقطع اول حاجة كده معايا بصلاية، وهاخد عليهم طماطمية ونص، واخد كمان نص بطاطاية، واخد قرن فلفل ونص الشبت والكزبرة. وحاولي ان انت تاخدي الورق بس من الشبت والكزبرة، بلاش ايه يعني العيدان. يعني سيب العيدان ما تحطهاش. حاولي ان انت بس تاخدي الورق. انا بقسم كل حاجة عشان كل حاجة تبقى خليط في بعضها كده، يعني متجانسة مع بعضها اهو. احنا هنضيف فلفل بارد اهوتي علشان خاطر عندنا هرسة شطة
هنضيفها مع البهارات. تابعوا الفيديو للآخر عشان تعرفوا الأكلة الجميلة الاقتصادية اللي تنور بيتك يعني بصي، والله العظيم يعني أكلة بتشبع الجعان بجد. هتعملها سندوتشات لولادك هتمشي، هتحطها لهم على لقمة رز سخنة وهي سخنة كده هتمشي. بصراحة هي أكلة اقتصادية وفي نفس الوقت مفيدة ومغذية، والله مغذية جدا ومفيدة. انت عمر ابنك ولا بنتك ما هياكلوا كمية الخضار والجبن والحاجات اللي انا قلتلك عليها مع بعضها كده من غير ما تضيفها زي ما انت هتشوفها كده. انا عندي الكبة ده وشفتها معايا في الفيديوهات، اللي متابع فيديوهاتي عارف ان انا بعمل عليها البصل على طول. انا ناعم خالص، فصلت معاكم لغاية ما نعمتهم، اهم حاجة تنعميهم خالص اهو، عشان احنا هنضيف كل حاجتنا ني في ني. ملاحظين ان انا مش هضيف حاجتي على النار الا الاخر خالص. هقول لكم احنا هنعمل ايه. صلوا على الرسول يا حبايبي عليه افضل الصلاه والسلام. وزي ما انا عملت الكميه دي قدامكم كده، انا هعمل الكميه التانية من وراكم كده مع نفسي، علشان وقت الفيديو بس ما يطولش معاكم وتزهقوا منه. نفسه هو اللي في الطبق خدت اللي في المصفى واللي في الطبق نفس الكميه، وعملتهم زي ما عملت قدامكم. تعالوا بقى نشوف احنا دلوقتي هنعمل ايه. معايا معلقه هرسه شطه. طب انا ما عنديش هرسه شطه، احط شطه بودره او قرن فلفل حامي يعني ده لا ده، ورقة كمان توم. ده انت ناوية تشطشطيها. بس كانت حلوة هي بصراحة، اما بتكون ايه يعني فيها حرارة شوية كده بتبقى ايه حنطة. ده قرصتهم كاملة، دي بقى بتخليها ايه ريحتها تحفة، تلم عليك الجيران. هتصدقوا حبايبي ان اولاد النهاردة وانا بعملها في المطبخ يقولوا انت يا ماما بتعملي كفتة؟ معايا كده 5 بيضات اهو. انا طلعت على السطح افطر حواني لقيت 5 بيضات بط، قلت والله النهارده عجة والله. هو ده يوم العجة النهارده. بط ايوه بط. طالما من بيتك اعملي وكلي كل خيرات بيتك. بص بقى عندك بهارات بقى زي ما تقولي قولي، حط رشة قرفة عشان ايه لزوم البط بتاع البط ده. هنحط بابريكا وكاري وكزبرة وكمون وفلفل اسمر، وهحط رشة ايه من ال7 بهارات، وهنضيف كمان رشة قرفة لو انت ما بتحبهاش براحتك. يبقى هتحط 7 بهارات: كزبرة، كمون، كركم وكاري وبابريكا والملح والفلفل الأسمر، ولو بتحب القرفة ضيف شوية قرفة. ما بتبانش صدقيني، بس هي بتخليش معاك أي زفارة بيض. بغض النظر عن أي بيض يا حبايبي، هو طالما البيض من بيتك وعارفة ان هو نضيف وحلو عادي اشتغل. يعني أنا عندي البط اللي من بيتي ده أحسن من البيض بتاع الدكان، مضمون حتى، يعني متربي عندي حواني وفي بيتي اهو. دي جميع البهارات اللي انا قلتلكوا عليها. هتعملي ميكس بقى خليط كده، بصي قلبي بقى ايه كل حاجتك في بعضها كده، خليها عسل. طبعا ده كله ما ضفناش لسه الملح، ما تنسيش الملح وتعملي حسابك في الملح ما تكتريش اهو. هذا الملح بتاعنا ضفناه. تعالوا نجيب حبة زيت بقى علشان نقلب في بعضه كل الخليط بتاعنا كده حلو. في ناس يعني بصي في ناس بتضيف ممكن معلقتين، دي انا مش هضيف دقيق. احنا هناكلها مش هنخليها تبرد، يعني انا هناكلها سخنة. والبطاطس اصلا نشويات بتلف وبتطلع خرط معاك وزي الفل. هو يعني بيحطوا الدقيق عشان تطلع معاك قطع خرط، هي كده كده بتطلع، يعني هي بتطلع خرط وقطع وزي الفل. حابة تزودي بقى شوية دقيق وكيس بيكنج باودر وتعملها زي الكيكة عادي تمشي وتبقى زي الفل. وضيفي كمان كوباية لبن وتبقى طلعت معاكي كيكة خضار زي العسل. قلتلك اكتر من طريقة في فيديو واحد تقدري ان انت تطبقهم عندك، وصدقني يطلعوا ناجحين وحلوين. فاهماني ازاي؟ يعني انت ممكن دلوقتي تضيفي عليها كوبايتين لبن وتضيفي عليهم كوباية دقيق وكيس بيكنج باودر، وصدقني هتطلع معاكي احلى كيك. بس طبعا مش هتاكلبها رز، هتاكلها مع نفسها او تاكلبها عيش خلاص. انما احنا كده ممكن ناكل بها رز عادي. صلى على الرسول يا حبايبي عليه افضل الصلاه والسلام. يبقى عرفتك تقدري تعملي في اكلتك النهارده، وفي نفس الوقت تقدري تعملي زي ما انا عملت كده. بس ممكن تضيفي الاضافات اللي انا قلتلك عليها في اول الفيديو. ممكن تكتفي زي ما انا عملت كده، وبتجيبي صينيه وتدهنها زيت. وفي نفس الوقت اللي انا فيه دلوقتي ولعت الفرن يسخن على الشبكة اللي في النص، وبتحطيها وبتولعي الفرن من تحت بس لغاية ما تلاقيها استوت معاكي وشدت معاكي وبقت زي الفل.
تبتدي تولعي الشواية وبتاخد لون معاكي وبتبقى زي الفل. على ما بتحطها في الفرن بتكوني حطيتي لقمة رز بقى على البوتاجاز، قليتي برنجانتين زي ما انا عملت، جهزت طبق سلطة حلو، طبق خضار، طبق مخلل، ويبقى معاكي غدا اقتصادي وحلو، ولميتي كل اللي في تلاجتك وعلى رخامتك وخليتي حتتك زي الفل، وطلعتي أكلة من مطبخك اقتصادية ومغذية جدا، يعني هي في نفس الوقت مغذية. صلى على الرسول يا حبايبي عليه أفضل الصلاة والسلام. شوفوا شكلها والله بسم الله ما شاء الله تحفة. والنتيجة بعد ما طلعت من الفرن حاجة كده زي العسل. بصراحة احنا ما صبرناش ان هي تبرد ولا اي حاجة، قطعتها وهي سخنة جدا حتى ما حطيتش فيها والله السكين، يا دوب خدت كده وعندي بالمقصوصة وطلعتها قطع سخنة مولعة. يعني انت ممكن تلاقي انا عايز تسيبها تبرد، ما فيش وقت ان انت تسيبها تبرد، هي سخنة ولقمة رز سخنة وبتبقى معاكي زي العسل. واللي وصل معايا لحد كده ما ينسانيش في اللايك والشير وفعل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد من مطبخ فتحية فايد. واتمنى الفيديو النهاردة يكون سهل وبسيط ويعجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بترككم في رعاية الله. ما تنسوش الاشتراك في القناة يا حبايبي، بحبكم في الله، واتمنى تكون الفيديوهات اللي بقدمها لكم سهلة وبسيطة وبتعجبكم. وده شكل العجة بتاعتنا او كيكة الخضار بتاعتنا زي ما تسموها، هي اكلة في الاخر اقتصادية وجميلة.